افضل فنان مصري بيعمل ريبراندنج لنفسه وبيرجع بقوة كبيرة جدا بقاله اكتر من سنتين تلاتة. بالنسبة لي يا جماعة هو اكيد اشرف عبد الباقي. اشرف عبد الباقي يا جدعان، الراجل ده دايما تمثيله كان ليه اسطمبة معينة في طريقة الكلام وكده، يعني انتوا فاهمين طبعا الطريقة بتاعته. فكوميدي كوميدي كوميدي، حاجة زي رجل الستات اخدت منه وقت كبير جدا، فالناس عارفة ان هو ليه اسطمبة معينة بيمثل بيها. الراجل ده مرة واحدة ظهر لنا في مسلسل مع أحمد السقا اسمه جولة أخيرة. الراجل عامل كوتش بقى، مدرب ملاكمة وبتاع وحاجة إيه مختلفة خالص. يعني بعد كده لا، ده هيظهر لك تاني في قلب ومفتاح وجاي خيال آسر ياسين، وراجل يعني غلبان وبتاع. وعارف انت ممثل يعني ايه، يعني مش جاي يقول افيهات وعادي. فهو ممثل جامد جدا، ولكن كان محصور في حتة معينة والحمد لله تخلص منها. اتمنى كل الفنانين صحابه واللي من نفس جيله يبطلوا ينزلوا لنا بالاعمال بتاعه 2007 و2008 اللي كانت معروضه عليهم ورفضوها الظاهر، ينزلوها لنا في 2025 24، ويبقوا عايزين الاعمال دي تنجح بقى ونضحك على الكوميديا القديمه بتاعتهم. اتمنى ان هم يغيروا من جلدهم، لان الراجل ده انا بالنسبه لي بصراحه اسطوره انه عرف يعمل هذا الشيء. واتمنى كل الجيل بتاعه يعرف يعمل هذا الشيء، لان ده حاجه صعبه جدا جدا جدا. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتابعني بنزل محتوى عن التمثيل، وما تنساش الكومنتس، كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجه. وسلام.